بن قرينه كي يقول قاضي صوالحو عنده الحق. 10 شركات في الجزائر الجديدة، شركة استيراد في الجزائر القديمة، 1000 هكتار في الصحراء ليه، 1000 هكتار لخوه، تعيين خوه امين عام في وزاره الصيد البحري، تعيين النائب تاعو عضو في مجلس الامه، قاضي صوالحو. قاضي صوالحو يا الرجالس، يا الرجالس، قاضي صوالحه عنده الحق. قاضي صوالحو. وحنا القزنات الكعرارين الدين الريح بالشبك، ربحنا الشعر، قاعدين نذبحوا ليل ونهار ما ربحنا والو. الزعكه تاع الحلوف ما عطاوها لناش ياس، يعطونا رب الزعكه برك، يعطونا قسم الزعكه برك ونسكتوسي. انا لو كان عندي خويا امين عام في وزاره الصيد البحري، وعندي ولادتي ولاد خاوتي 10 شركات، ومرتي شركه استيراد وصاحبي عضو مجلس الامه، بربي ما زدنا نهضر كاع يا سيدي، بربي ما زدنا نهضر في السياسه كاع. عينوا لي خويا رئيس مجلس الامه، عينوا لي خويا عضو مجلس الامه وما زدناش نهضر كاع رب السياسه نبطل. ها يا سي تبون، عين خويا عضو في مجلس الامه ونحبس رب السياسه، بلا ربي ما زدنا نهضر. جيراني يسمعوا دركا تعاوسوا هكذا قاعدين نستفادوا، يعطونا ثاني حنا نقول صوالح ناسي، خلونا نقول صوالح ناس سكتوا. يا ربي ندخلوا خويا الحبس وتنحوا وليد اختي الخدمه وتنحوا بنت اختي وتوخذوني، ومن بعد كنقول بوزديره احمدوا ربك مانيش في المروك يا طحاحنا يا مرقص، احمدوا ربك مانيش في الرباط يا طحاحنا، احمدوا ربي اللي راني شاد في ديني وشاد في اصلي وشاد في وطني. ويجي واحد قاضي صوالحو ماكل الحلوف براسو ويقول لك احنا قاضي صوالحنا وتدزوا معاهم. الا يعتبر هذا استفزاز ونقز للشعب انه اخرجوا وحرقوا الدنيا؟ ها هو بن قرينه يدعو الشعب يقول انا قاضي صوالح انتم حرقوا الدنيا، اخرجوا وحرقوا الدنيا، اخرجوا وحرقوا الدنيا. هذا واش راه يقول بن قرينه؟ انا قاضي صوالحي، اولادي 10 شركات، مرتي عندها شركه، نسابي داير لهم صوالحهم، حبابي معين في مجلس الامه، خويا في عنده فلاحه في ورقله، وخويا الاخر عنده امين عام في وزاره الصيد البحري، وانا قاضي صوالحي. قاضي صوالحي والصيف في اوت 2023 نروح نقضي الصيف نتاعي في لندن في بريمير كلاس، انا ومرتي وولادي نروح نقضي صور، نروح نفوت لي فاكونس تاعي، لانه بن قرينه اوت اللي فات، خلينا نعطيكم التاريخ بالضبط. القدر بن قرينه في 4 اوت 2023 العام اللي فات، ما كانتش كاينه حمله انتخابيه، كانت عطله. راح بريمير كلاس في الجيري لندن، فوت الصيف. انا كنت في مطار هيثرو لندن، كنت منتظر في جماعه، شفته نازل هو وحرم الماسون زقاق عزيزه وولاده 3 الله يبارك، 3 ذكور مهبطهم معاه، والناس اللي استنى فيه يفوت لي فاكونس في لندن. عبد القادر بن قرينه رقم الرحله AH 2054 AH 2054. الطائره وصلت لندن تقريبا الساعه 1 تقريبا، اللي قلعت متزاير على 10 ونص تاع الصباح. نعطي لك تفصيل على القدر بن قرينه. قلعت انت في 4 اوت 2023 على 10 ونص تاع الصباح من مطار هواري بومدين باتجاه مطار هيثرو لندن. وصلت جوي الواحده، انا كنت ثم جوي الواحده والواحده ونص، الطياره وصلت وكان على متنها بريمير كلاس. بن قرينه وحرم الموصول 3 اولاد يفوتوا لي فاكونس في لندن من عوائد 10 شركات وشركه استيراد وقاضي صوالحو، والشعب حرق روحك. احمد ربك راك تاكل خبز تيبانا ب 10000 قلت له ب 10 دينار ب 1000 فراك. السيد استخسر في الشعب تيبانا ب 1000 فراك ويضحك على الشعب، يقول لهم احمد ربي 3 ملايين خير من 5000 فرون سويس، والحمد ربي راكم تاكلوا الخبز ب 1000 فراك والدجاج مستورد من البرازيل وبالعفانكم. انا قاضي صوالحي. بن قرينه يقول انا قاضي صوالحي، والقزالات خلي يقولوا واش يحبوا. لكن نقول باللي رغم كل شيء الجزائر اكبر من هؤلاء، لان الجزائر اكبر من عصابه بوتفليقه، واكبر من القايد صالح، واكبر من خالد نزار، واكبر من توفيق، واكبر من تبون، واكبر من الشنقريحه، واكبر من بوعلام، واكبر من العربي بن مهيدي، واكبر من امل عبد القادر، واكبر من ابن باديس، واكبر من زيروت يوسف، واكبر من كل البشر. الجزائر اكبر من كل هؤلاء. الجزائر عظيمه، الجزائر عظيمه،
الجزائر أمنا، علينا أن نحافظ على أمن واستقرار بلادنا. وأنا أدعو الشعب الجزائري إلى المشاركة وبقوة في الانتخابات، ليس حبا في تبون ولا حبا في بن قرينة قاضي صوالحو ولا حبا في أي واحد مسؤولين، لأن هؤلاء المسؤولين زائلين إلى الزوال، مثل ما كانوا اللي قبلهم سلال ويحيى وبوتفليقة والسعيد وفلان وفلان وفلان، كلهم راحوا، ولكن الجزائر بقات. هؤلاء نفس الشيء، كلهم يروحوا. قضية أشهر، قضية سنوات، كلهم يروحوا. وبن قرينة مصيره لن يختلف عن مصير صديقه عمار غول. هذه الصورة هذه راهي فيها استلام وتسليم المهام. هنا عمار غول راهو يسلم الغرفة اللي راهو فيها في الحراش، راهو يسلم فيها لبن قرينة، الدواء من عندي. عمار غول راهو يسلم على بن قرينة ويقول له الشومبرا اللي راني فيها راني موجدها لك باش تروح تزورها. بن قرينة مصيره مصير عمار غول عاجلا أم آجلا، ولكن الجزائر باقية وتتمدد، باقية وتتمدد. إذن أدعو إخواني وأحبابي وأصدقائي والناس اللي يثقوا فيا، أدعوهم للمشاركة وبقوة في الانتخابات، لأنه مثل ما قلت لكم في البداية هناك تحديات ومخاوف والجزائر مستهدفة. نعم بن قرينة راه يقود في ثورة مضادة باش يكرهكم في الانتخابات، لكن إذا تثقوا فيا أنا ولا تعزوني روحوا شاركوا في الانتخابات حبا في الجزائر، لأنه من مصلحة الخونة والعملاء، من مصلحة قاضين صوالحهم، من مصلحة أعداء الجزائر عدم المشاركة في الانتخابات، من مصلحتهم مقاطعة الانتخابات، من مصلحتهم عدم شرعية الانتخابات حتى يسهل تفكيك وتشتيت الجزائر. وهذا ما لا نريده، بل نحاربه وبكل قوة. المشاركة في الانتخابات هي السبيل الأنجع والسبيل الأوحد للقضاء على هذه الحشرات الكهرومنزلية، على هؤلاء الانتهازيين المنتفعين، لأن هؤلاء يقتاتون من المستنقعات، هؤلاء يقتاتون من المستنقعات، من المياه القذرة، يحبوا الوضع غير مستقر وكذا وكذا باش ينهبوا. بس كي تكون الأمور واضحة والشرفاء أحرار يحكمون الجزائر ويراقبون، بعد كل واحد يتحط في بلاصته. إذن أدعوكم للمشاركة في الانتخابات القادمة بكل قوة، وهذه ما هيش ديماغوجية وخرطي، لا، تعرفوني أنا نحارب الفساد ونحارب الفاسدين مهما كان مناصبهم، مهما كان رتبهم، مهما كان علاقتي بهم، ولكن أضع الجزائر فوق كل اعتبار، أضع الجزائر فوق كل اعتبار، لأنها مثل ما قلت لكم أكبر من عصابة الجزائر القديمة وأكبر من عصابة الجزائر الجديدة. نعم قضينا على عصابة وجاءت عصابة أخرى، ولكن مصيرهم الزوال عاجلا أم آجلا، مصيرهم الزوال عاجلا أم آجلا، ونهايتهم ستكون أسوأ بكثير من نهاية العصابة القديمة. نهاية أفراد العصابة الجديدة ستكون أسوأ بكثير من نهاية أفراد العصابة القديمة. إذا شاركوا في الانتخابات بكل قوة وبكل روح وطنية. أوكي، إذا بعد ما كملنا مع قاضي صوالحو، خلونا نشوفوا مع اللي مش قاضي صوالحو. اللي مش قاضي صوالحو توتا المنقوشة. إذا تذكروا أنا حذرته، قلت له يا توتا المنقوشة أختي جرتي، بينك وبين هذا المسؤولين الجنراليات خذها الله يسهل عليك، لكن راك تذكرني وتهضر عليا راني نحيلك السروال، وانا انسان عند كلمتي، ما يحوسش عليا ما نحوسش عليا، يعنيش ناطق رسمي باسم الجنرالات او باسم تبون، لانه هو وليد الكازيرنا وليد الجنرالات متربي معاهم سيدي فرج. انا مش راح ندافع على شفيق شنقريحه، شفيق شنقريحه صاحبه، هو يقول صاحبي يظل معاه وكذا وعايش في السياره كيف نروح انا ندافع على الشنقريحه، واش دخلني يا سيدي بيناتهم الله يسر عليهم، لكن يدخلني انا في الطريق نحيله السروال. وحذرته وبعثت له عن طريق خوه، قلت له قول له اختي جرتي ماهوش حاب اختي جرتي، اذا يجيبها في مؤخرات زكي محمد. اوكي توت المنقوش اسمعوا واش يقول قبل. بور لو مومون ما نجبد حتى دوسي عليك، والله ما نجبد حتى دوسي، سي با دوسي هضره،
والله دوسي ستي كواد. وعلى بالك مليح نتايا، على بالك على بالك بلي عندي دي دوسي. كنت على بالك ما ديرش باكيزيسيون في الدار اللي خطرت. 3 فوا جيتو لا بروميير فوا، بعدك جيتو الصباح وعشيه تحوسوا ما بين الكتابات كيما تقبضوا قارض. يا حي يا حي يا حي، لا كون من ودني هذا يا ودي. هاد الشيء كاع اللي تيبيباري، فاهم؟ راني من الموا دوت 2023 وانا نبيباري في الضربه تاعي. انا بور لو مومون توتا المنقوشه لانه غبي وجاهل وبهلول ويضرب الكاشيات ما يفوقش كي يكون يهضر، يفوقش، يورط في روحه. الحمد لله يورط في روحه ويورط في خاوته عن غباء. يقول لك باللي انا عندي دوسيات وكذا وكذا وكنت موجد روحي من اوت 2023. مهمه جدا. اوت 2023 عندها حكايه. وشني؟ تلاحم والتشاحم، اوكي، مؤامره فريد بن الشيخ، محاوله تفكيك او محاوله يعني خلق شقاق و مثل ما نقولوا يعني مشاكل داخل المؤسسات الامنيه والعسكريه. شفت هذيك كل التسريبات اللي صرات ورقص العيون ومنا وكذا وكذا. وقتاش هذيك؟ جوي اوت تزامنت مع سرقه تليفون بن زديره، سجن خوه، ومحاوله ضرب جماعه يقولوا باللي عندهم علاقه بن زديره، وانا مثل ما قلت لكم انسان حر مستقل ما عندي حتى علاقه بواحد وما عنديش سبب باش نبرر. ولكن هو راهو يقول باللي انا محضر نفسي من اوت، يعني جماعه الخيانه كانوا يوجدوا فيه من اوت وجد روحه. كنا داخلين في حرب ولازمنا كذا، قال لكم انا من اوت كنت موجد روحي. كرطاب عندي فيه شويه خرشف وكابويا، خرجت ديته وهربت قبل ما يشدوا خوه وقبل ما يصرى حتى مشكل وقبل ما ينحوا فريد بن الشيخ وقبل ما يصرى اي مشكل. يعني كان فيه مخطط، هو يعترف كان فيه مخطط من اوت 2023. يعني عنده عام كان يخطط لي الان. انا نقول له من 2023 لحد الان راك الريح في الشبك، ما عندك والو، وراك قاعد تحزق وتطعز. واذا كنت راجل وجابك العربي الله يرحمه اللي ما قدرش يربيك مليح لانه مات وخلاك بز صغير، ما رباكش مليح، وانت تستعرف تقول انا ما ربانيش مليح. علاش؟ لانه قلت بلي لو كان بابا حي ما نديرش الشركات، ولو كان بابا حي ما نديرش منقوشه، ولو كان بابا حي ما نلبسش تريكو غوز. كيما تبيك ولي تلبس الغوز نتاع بيطيط، وولي تدير منقوشه تاع بيط بيط، وولي تفتح الشركات نتاع شات شات. اذا ناقص تربيه. انا ما غلطتش لانه باباك مات وخلاك صغير ما كنتش متربي مليح، ناقص البيبرو شويه. وغبي كشفت روحك باللي من اوت وانت تحضر، بصح ماكش وحدك لانك انت غبي. يعني كاين جماعه كانوا يحضروا معاك، هناك تورط في خاوتك. معناتها راك تقول باللي خاوتي وفريد بن الشيخ وجماعه التلاحم والتشاحم كنا نحضروا في المؤامره، يحضرون المؤامره التي ساعود الى تفاصيلها في الوقت المناسب. توتا المنقوشه مش فقط غبي وكذاب. وعيش كذاب. اسمعوا، توتا المنقوشه كذاب. وعلاش؟ اسمع. من 2019 انا كنت نامبورتي ونيكسبورتي. تعودت ان شاء الله يا خو. علاه ماذا بيا تاع ليسبور جامي كاين مانيفيست. كاين يا ودي تفضلوا حقو تفضلوا. باسكو علاه توفيق صافي انا صافي كي بابا الله يرحمه صافيين حنايا. جبد لي كشحب حاجه تبزني ساجل جبدوا لي انت باغي تهضر بالكوارط يهضر بالكارط خويا. في انترنت تو تو تاشتي انترنت 6 يورو تقدر تشري لي ستاتيو. تقدر. كانت عندي شركه في اسبانيا خويا، نهار طلع الاليكونت قال لي توفيق، قال لي اغلق الشركه دوكور، قال لي ما ديرش مشاكل. قلت له انت يا دوك جيت الاليكونت دوك انا اللي من بكري نقدر ما بيبلي لا رادياسيون دو ما سوسيتي اون اسبان. لا رادياسيون تاعي كانت قبل 2018. تقول شيش نبوبليي جو في بوبليي صا ما عندي سون شي مو بوبليي. مو بان نوريلك باللي توجو حبيتو توجو تدخلوا تانيك بخويا دون لافير تاع بزنيس وتاع خويا. والله مو بزناسي، دار ما عندوش، والله دار ما عندوش 23 سنه جيش ودير 3 بوست. والله الدار ما عنده، والناس اللي يعرفوه وما عنديش واش جوستيفي. مي سي با اون اونت. اوكي. توتا المنقوشه
انت ماكش متربي وكذاب. وانا قلت لك اختي جرتي، وصيتك 1000 مره، قلت لك اختي جرتي لحمي مر، باسكو نعريك نحي لك السروال. والمشكل انه مش نحي لك السروال انت برك، باسكو انا كي نتقرمد وتخلط فيا بدون دليل، انني نكشف بالادله. انت اذا كنت راجل عندك حاجه على بنزديره كشفها، اذا عندك حاجه على بنزديره كشفها. راني نبروفوكي فيك، راني ننقص فيك كي الحمار، اكشف خرج واش عندك. بس انا عندي المشكل انه انا دوكا راك توبليجي فيا باش نطاكيك، ندخل فيك انت وحتى في باباك الله يرحمه راح نجبد الدوسيه تاعو وعمك وخاوتك وكلش. تسمى انت راك ورطت العائله كامل. نبدا بك الاول، انت كذاب، ماكش راجل وكذاب. وعلاش ماكش راجل وكذاب؟ لانك تقول باللي انا الشركه كي جا خويا قال لي ما ديريش مشاكل ونحي وحبسها. انت كذاب. الشركه ما حبستهاش، الشركه بديتها في 2018 قبل ما يجي خوك الاليكونت سيفري. اخوان ديالي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي مازال ما مشترك في القناه ديالنا يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا، هذا فضلا وليس امرا. نتمنى نلقى المزيد من لي كومونتير والتعاليق على جميع الفيديوهات ديالنا، بالفضل ديالكم كيستحقوا يمشيو العالميه، حيت صراحه فيديوهات زوينين بزاف. هنا صراحه اغتيال دونالد ترامب يعني في الانتخابات ديالو اللي كان امر غير طبيعي. هنا كيف ما شفتوا السيد كان كيدير يعني الحمله الانتخابيه ديالو، كان كيدير يعني صراحه كان كيوجد الحمله الانتخابيه وكان داير يعني واحد الدور، وكان كيدوي مع الشعب الامريكي حتى كتجيه رصاصه مفاجئه، لكن الحمد لله ما جاتش فيه. هذا هو كنتمناو يعني كاع الشعوب ما يكونش فيهم هادشي هذا، حيت صراحه كنتمناو الاستقرار والامن كما كنبغيو راسنا نكونوا مزيانين، كنبغيو حتى الناس يكونوا مزيانين. نتمنى الامور دوز بخير وعلى خير في جميع الدول، سواء العربيه ولا الاوروبيه. هنا كيف ما شفتوا معنا يعني الانتخابات الامريكيه كاين واحد الصراع ما بين جو بايدن ودونالد ترامب. هنا يعني كتكون واحد الامور غامضه دائما في الانتخابات. هنا كنتمناو الامور تجري فيما يرام، تكون الامور مزيانه، لا لدونالد ترامب ولا لجو بايدن، واللي نجح فيهم الله يعاونو. هنا كنتمناو يكون لهم يعني الشعب الامريكي تكون واحد الهدنه ويكون واحد الجو اللي زوين في الانتخابات، باش الناس صراحه تا هما يتانسبيراو من هذا التنظيم هذا.